عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة سجن اليوتيوبر المغربية رباب أزماني زوجة الفنان المغربي فريد غنام. الكل وتفاصيل فضلا وليس أمرا. قبل ما نبدا معكم فيديو ما تنساوش الاشتراك بالقناة باش يوصلكم دائما كل جديد. اختفاء الفنانة أو اليوتيوبر المغربية رباب أزماني، حتى كتظهر فجأة اللي كتسألها واحد البنت شنو سبب السجن ديالك. فوجئت اليوتيوبر المغربية رباب أزماني زوجة الفنان المغربي فريد غنام بسؤال إحدى المتابعات ديالها في الأسئلة اللي كتطرحهم يعني عبر خاصية انستغرام بشان دخولها. قالت لها كيفاش حتى دخلتي للسجن. صراحه صدمه كبيره وكانت خيبه امل كبيره للمتابعين واللي تصدموا لانها فغي كانت اختفت مده، لكن رجعت وسولتها يعني ما سولتها الا وسمع شي حاجه ولا في خبارها شي حاجه. تقاسمت ربيب ازماني رساله اللي كانت دارتها اسئله اجوبه باش كيسولوها الناس على مواقع انستغرام يعني خاصيه ستوري، وكتبت المتابعه علاش دخلتي للسجن. هنا كانت صدمه قويه كيف قلت لكم المتابعين وحتى رباب ازماني، لان رباب ازماني اختفت لانها كانت مريضه والحاله اللي كتمر منها من ناحيه ان كذلك وليداتها كذلك من ناحيه الشعر ديالها، فاصلا هي كتخاف شويه من العين. داكشي علاش ما بقاش كتبغي تبارطاجي اي حاجه، لان بغي السيده بها شي حاجه الشعر كان كيطيح لها بواحد الطريقه هستيريه. هذا ما كان هو سبب الاختفاء ديالها، مابقاتش باغا تصور اي حاجه. فجاوبتها بواحد الصدمه رباب ازماني، قالت لها الله يحفظني يا ربي، انا الا دخلت يوم واحد نقدر نموت فيها، حيت كانت تخلق والله يفرج على كل واحد. صراحه فرحنا لان فجأة يعني تقول لك وحده كيفاش دخلتي للسجن او انت كيفاش درتي ليها ومنين جبتيها وشكون قالها لك، ما فهمش. حتى ولو تكون بصح كاع وما تكون ما فراستا شي حد كتكون صدمه كبيره.